لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحال لواني حفصت لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامن رب العالمين وهي وادار مئوي آزي السودلي والبقران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. بەڵێ خۆشەویستان لە دوای ئەوەی کەوا لە سوورەتی ئەلئەنعام تەواو بووین بە فەزڵی خوای گەورە دەچینە خزمەتی سوورەتی ئەلئەعراف. سوورەتی ئەلئەعراف سوورەتێکی مەکیە و دەربارەی ئەو سوورەتە وەکو ئەحادیث لە بابنەی تەفسیرەکە ئەو حەدیثە باز دەکەن کە ئیمامی نەسائی ڕیواەتی کردیە. دایکمان عائشە دەجێڕیتەوە خوای لە ڕازی بی دفرمي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. دايك من عائشة خوالي دفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنويجكاني مغرب كبيش نويجي لبو مسلمانان ذكر سورة الأعراف بكامل خيندوا لدو ركعت واتكر دي دوبش بشيشان لركعتي كم بشيشان لركعتي دوم. معلومة كسورة الأعراف بيستوتال لا برايا وتجزئك ربعك أو ذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنواجي مغرب هموي خينديتوا. طبعا نواجي كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنواجي فرزكان معلومة ك أوانيك خينديتوا مثلا بتايبتي لنواجي كاني مغرب بيغمبر صلى الله عليه وسلم زيادة القصاري سوري خينديتوا أكو أصحاب باز دكان خوان اللي راضي بيتن لصورتي لنوجكاني مغرب زيادة لصورة الضحى يعني لصورة الانشراح وحتى كوتايكي صورة الناس أو صورتاني خينديتو قصار الصور صورة كرتكان أو بقشتي بلام زاري واش هبوا همو زار بابن بقشتي أو هابو بلام هندك زارش تمشى كي داك من عائشة خوالي راضي دفرمي صورة الأعراف بكامل خيندو جزءك وربعك لصورة مغرب لا نواجي مغرب بل لا درباري وكو التعريف بو صورة بكرتي لمعارج التفكر دل مطلوب الله من عباده في رحلة امتحانهم داوا كاري خواي قورتسية لبندكاني لو قونا غيجياني دنيان كتيدا اختبار دكرين أن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم ليان مطلوبة كوا اتباعي أو بيامبكن كلام پروردگار وليان دابزيا وتفصيلات تتعلق بهذا المطلوب. التفصيلات أو كوا أو داواكاريتسيا وردكاري أو داواكاريتسيا لبندكاني تاو كسر كوتوب لو قنا غيجيانيا وقصة التاريخ الإنساني تجاه هذا المطلوب الرباني منذ خلق الله آدم وزوجه. وهروها كميك باز لا تاريخ إنساني دكاتن تاريخ إنسان هل آدم عليه الصلاة والسلام باشان باس لتن قوميك دكا لمداري زمن كوهاتينا إتر موقف يان كوبوة درباري أو مطلوب داوا كراوي كخواي قور داوا كرا لبندكاني بتشيويك أوانا هل سكوت يان كوبوة برامبر با مطلوب داوا كاري خواي قور لبندكاني إتر خواي گەورە ئاماژەی پێ دەکاتن. ئەوە بە کورتی وەکو کە سوورەتێکی مەکیە بەعام باز لە باسی عەقیدەیە. بەڵێ ئاەتی یەکەم لە ئەو سوورەتە بە حروف دەست پێ دەکا کە لێرەدا جیاواز لە سوورەتەکان کە مەسەلەن لە چەند سوورەتێک دەفە ئەلیف لام میم لە چەند سوورەتێک دەفە ئەلیف لام ڕا بەڵام لێرە دەفە ئەلیف لام میم صاد
والله ديار أو سورة بو حروفان دس بيدك وكل تفسير وصيد دليتا سورة الأعراف من السورة التي ابتدأت ببعض حروف التهجي بهندق لحروف كاني تهجي لزمان عربي أو بيتاني كوا والله أعلم بيستنو بيتا دس بيدكاتن بتسار بيد لو بيتانا ألف لام ميم صاد ولم يسبقها في التنزيل من هذا النوع من السور سوى 3 كوات اللي بيش كسورة مكية البقرة وآل عمران وأنا كعيني بحروف دس بيدا كان أو سورة مدنين بلان وكو نزول ترتيب نزول سورة الأعراف سورة مكية لا بيش سورة الأعراف تسن سورة تري مكي دا بزيبو كوا بحروف دس بيدا كا أويش نون قاف صاد كواتا أو سي سورتش كبحروف دس بيدكاتن أين سورة مكينة سورة الأعراف كسورة مكية أين بوشوية دس بيدكا ويبلغ عدد السور القرآنية التي ابتدأت بالحروف المقطعة 29 سورة كواتا المجموعي ستتسارد سورة قرآن بيروس بستنو سورة بحروف دس بيدكا هذا وقد وقع الخلاف بين العلماء في معنى المقصود من حروف التهجي التي افتتحت بها بعض السور القرآنية وكل سورة البقرة بتايبتي باس ماكر بلام لبو ببير هنا كأخوة يقول سبحانه وتعالى هل حقتك دوبارة ذكاتوا وكزانا دفن باشتر ودوبارة بكريتون مقصودة دوبارة كدنا وكي يتر دفرميتن أو سورتان كوا بحروف دس بيدكا ما بس لو حروفانتسية دفرمي خلاف لبين علماء هاتيا دلي بكرتي خلافك ذكريت دو رأي يكم أن المعنى المقصود منها غير معروف أو ما بستية لهناني أو بيتانا دلي نازانين فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلم كواتا يقلو متشابهاتان كالقرآن بيروز داهاتي استأثر الله بعلمه كتنها خوا علمك بيه كواتسية وحقته معناها كيتسية أو إيكوا حروف كانش كوا كست نازانيسية يكلو متشابهاتان تنها الله دزاين لو زيرق لا تفسير كان كذا صار باس كدني أو حروفانا دفرمي ألف لام ميم يأخذ ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده الله سبحانه وتعالى ما بستكي زيادة دزاني أو رأي دوم فأرى أصحاب أن المعنى المقصود منها معلوم دلين معناه كي معلومة وأنا ليس من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه لو متشابهاتان كوا خواي قورتنها بخوي بزاني وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود دي باش دلين معناه كي معلوم بلا معناه كي سيا عيني ليرش ده سن رأيك هي لسر أو كوا بس الشيء ليك دريته لسن رأيك كوا يا ما جاي فكرة يا كميان عندك دلين إن هذه الحروف أسماء للسور عندك دلين أو حروفان ناي سورة كان بدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها وكو معلومة يعني عندك سورة هدناي حروف كان لنا وكو سورة صاد سورة قاف سورة ياسين سورة نون إثار يأخذ كلا بيغمبر وارد صلى الله عليه وسلم كباز لسورة السجدة كذا في ألف لام ميم السجدة ألف لام ميم السجدة إثار دلين أو بلغير سروي أو بيتانا ناوي سورة كان أو رأيك شيء كا قيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء السورة وابتداء أخرى عندك دلين أو بيتان هياتين أو بيتانا أو إيكوا وكو فاصلية لنيوان أو إيكوا سورتك تواب سورتش كدس بيدكا لا بعضنا رأي شيء كذا وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أسماء الله تعالى وبعضها من صفاته عندك دلين أو حروفانا إشارة لبو أسماء وصفات كان إخوائي قول سبحانه وتعالى وكو ألف لام ميم دفنمي أصلها أنا الله أعلم وات ألف لام ميم إخوائي قول فيما دفنمي واتا أمن الله موهر أمن الزاناترم إتر أوش ليك ذاته وقيل إنها اسم الله الأعظم عندك زانين أو اسم الله الأعظم إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال كواتا غيري أو تسار رأيش سندين رأي دي كهيك وهديك لو أن ملاحظة خوي لسرع حتى وكذا الإمام السيوطي لكتاب الإتقان دليل زيادة لبس رأيه لسر تفسيره أو حروفانه كذلين تفسيره بلام رأي أخيري كأقرب الأقوال إلى الصواب نزيك ترين رأي لبو الصواب ودرستي أو إن هذه الحروف المقطعة قد وردت في بعض سور القرآن كلا هندق لسورة أوقات ما لبستنا وسورة هاتية على سبيل الإيقاظ وكو بيدا كردنوا
والتنبيه للذين تحداهم القرآن وكو آقادار كرنو بيدار كرنو لبو أواني كوا خواي قول بقرآن تحدايان دكا فكأن الله تعالى يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله خواي قول وكو أنما خطاب دكا لقال أو كساني كوا معارضا لو كابلين قرآن كتابي خوايا بيان دفرمي هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تقولون منه كلامكم كواتا تمشاكن قرآن بيروس لو بيتان بيكاتيا كأنجوش قصي بيدكن ومنظوما من حروفه من جنس الحروف الهجائية التي تنطقون مهان حروف بل فإن كنتم في شك من كونه منزل من عند الله فهاتوا مثله اگر نگو شک و گمانتان هەیە کەوا کەلامی خوای نییە دەی باش خۆ پیتان لەبەردەستین گۆشتن لۆ ناتوانن شتێک هاوشێوەی قورئان لە قووەتەکەی لە بەلاغەتەکەی لە پڕمانایەکەی لێ عەجازەکەی دەی ئەنگۆ شتێک بینن کەوا هاوشێوەی قورئان بی کەواتە وەکو تەحەدایەوە دیارە ئەقرب الأقوال زۆرێک لە عولەمای سەلەف لەسەر ئەو ڕەئیەنە کەوا مەبەست تێیدا معناكي فعلا أصل معناكي لو ألف لام ميم لو ألف لام ميم صاد لو يتك نون لو يتك قاف لو يتك أصلا خواهي قول سبحانه الله أعلم بمراد بلام حكمتك يتسيا حكمتك ويا خواهي قول تحداي كسانش بباوردك أقر باورنا كان أو قرآن كلام رب العالمين دي أو قرآن كلمات كاني لو بيتانا بيك هاتيا أو بيتانش دبردستان أقر راز دكن شتيق أنقوش لو بيتانا كلماتي ليه دروز بكن هاوشيوي قرآن بي لقوتكي لبلاغتكي لماناكي طبعا نتواندراو وناشتواندري وما يشهد بصحة هذا الرأي أن الآيات التي تلي هذه الحروف كواتا بلقل سروي أو الرأي بقوته أو كوا أو آتاني كالدواي أو حروفان ديتا يكسر خواي سبحانه وتعالى باز لقرآن بيروز دكاتن باز لقرآن بيروز دكاتن وكو مثلا لا سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لسورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج كواتا لدواء أو بيتانا خواي سبحانه وتعالى باس لو قرآن كردية كواتا أو رأيا بهيسترين رأيا كوا خواي قورا أو بيتانا كباز دكاتن كماناي حقيقي خوان هر خواد زين بلا حكمة لها تنيان أو كوا خواهي قول تحداي كسانش بباور بيدكا أقر شكتان هي قرآن كلام الله ديلو بيتان بتوان اشتغلا هاو شوي قرآن دروز بكن وأيضا فإن هذه السور تجعل هدفها الأول منذ بدئها إلى نهايتها إثبات الرسالة عن طريق هذا الكتاب المنزل تمشاهدك هير عيني بلغاش لسروي كوا أو بيتان حكمة لو هاتين أو بيتان لو سورتان وي تمشاهدك أو سورتان كوا بو بيتان دس بيكرديا لدى لبدايات سورتك حتى نهايتكي زياتر هول دادا تكان معناه كان أودا جينتن إثبات رسالة بك كوا أو بياما كلام الله للرجاي بيغمبركي وصلى الله عليه وسلم هاتيا للرجاي محمد المصطفى هاتيا صلى الله عليه وسلم تاكم خاطر كواتا إثباتي وكوا كلام الله إثبات بيغمبرياتي محمد المصطفى تيدا صلى الله عليه وسلم أو زباشة وكوا بو بيتان دست بيكر خواهي قول سبحانه وتعالى مدحي أو كتابي دكا أو قرآن دكا كوالا وبيغمبري دابا زاندية كقرآن فيروزا كذا فرمي كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أو قرآن كتابك لابد دابز يا محمد صلى الله عليه وسلم بهيج شويك حزب دلتنجيمك لقيان دني حزب دلتنجيمك لقيان ياخذ هیچ حرجێک و شەک و گومانێکت نەبی کەوا لەلایەن پەروەردگارە وەکو دەین تەفسیل پێ دەین لە بۆ هەندێک شاتێ لتونذر به وذکرى للمؤمنین تاوەکو ئینذار بکەی و هەروها وەکو پند و ئامۆژگاریە لە بۆ ئیمانداران بەڵێ کتاب ئەی هذا کتاب واتە ئەو قورئانە کتێبێکە المراد بالكتاب جملة القرآن الكريم كواليردا وصف ذاك كتاب وتهموا أو قرآن وقيل المراد به هذا هنا السورة ياخذ هندك دنواتا أو سورة ورأي عامش أو كوا باز لقرآن دك بقشتي كتاب أنزل إليك هم قرآن دا وزلوتو أنزل إليك أي كتاب جليل كتاب شي زور عظيمة وكتاب لا تفسير سعدي دا هاتية كتاب شي زور قولو عظيمة حوى كل ما يحتاج إليه العباد أوي كوابن دكان بيستيان بيه لدنيا قيامتها همو إلى خو قرتيا وجميع المطالب الإلهية همو داوا كاريا إلهية كان كلبن دكان سيداوا كاريا همو تيدا والمقاصد الشرعية همو ما بست الشرعية كان لنا قرآن فيروز باسكرا محكما ومفصلا زرب محكمي
كنسخ ناكريتو بمفصلي أو بيست بتفصيل بي تفصيل شي بيدا كواتا كتاب أنزل إليك أو قرآن فلا يكن في صدرك حرج من أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه كواتا بيش شويك ضل تنجنبي سينج التنجنبي لو كوابي جيني مخافة أن يكذبوك لو بترسي لو نايجيني لو ترستين أخو بدرود بزانن أو أن تقصر في القيام بحق أقادار بتقصير مكلا جهاندني أو بياما فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه كواتبيان صلى الله عليه وسلم لو يدرس كاتكوا بوشي ويا أو كتاب با قومك رادقيني بدروي بزانن بشتي تيبكن أزيتي بدن فكان يضيق صدره من الأداء كواتبيان صلى الله عليه وسلم حذرتي هبو لا جاندني أو قرآن ولا ينبسط له يعني سينجي لسرت هذا بيفرا والنبك ورايب جيني فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم الرب العالمين تأميني ذكا جرنجيان بيمدى أويك وبيد راس بيردرا بيجينا وكنا ناصر ويشهد لهذا التأويل بل قلبوا أو تأويل تفسيري أويك وأخوي يقول سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إتر دفن من سورة هود دفن فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك لو هنيا هندق لو اشتكى والبوت هاتي توازي لبيني وسنج تنجا بيك وبيجيني نخو بلين باشد لبرتي خزينك لبوي دانا بزي لآسمان وياخذ ملائكتك لقلي نبو كواتا عيني دفن وجبل قيل سرك أبو ما نايده وقد حكى لنا القرآن أن المشركين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون وقرآن لسندين زيقا وصفي أويلو ما كذا مشرك كان باس في غنبري ذكر صلى الله عليه وسلم بوي كوا دانغو حاشاه ساحرة حاشاه مجنونة كما وصف القرآن بأنه ليس من عند الله وصف القرآن ينكر بوي كوا لا خوان هاتيه فكان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره لذلك يتر في صلى الله عليه وسلم طلي تنقدب بوشته ما التفسير استعدي كل يقداته فلا يكون في صدرك حرج من أي ضيق وشك واشتباه بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد بيت شيء شك جمان لوي نبي كوا للان رب العالمين بلكو أو قرآن للان رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه أصدق الكلام راست جوترين قصية فينشرح له صدرك بلكو أو قرآن سينجت بيفرا وان بيتو ولتطمئن به نفسك تاوكو اطمئناني نفسي بيبكي ولتصدع بأوامره ونواهيه يتربى أشكرا بربي جينا فرمان كانوا قد كراو كان بيجينا ولا تخشى لائما ومعارضا بهيت شويق للو مكان مترسه وهلو هلو كسان مترسه كمعارضا يتربى هردو شوا ليق درايتوا ديار تفصيلات تريزور تدا وآتا والله نبرتوا بنكاد دوستين ببشتوان رب العالمين لواني داهاتو دينا وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون